ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وهنا، ويديم عليكم كل النعم اللي ربنا رزقكم بيها. لما بيكون نفسك في حاجة وربنا منعها عنك، ما تزعلش. بمنتهى البساطة فكر في حاجتين. هو ربنا هو جايبنا عشان يزعلنا؟ بمنتهى البساطة لأ. بمنتهى البساطة ده هو خايف علينا، ده هو بيحبنا. فاكرين انتوا قصة سيدنا موسى لما كان ماشي مع سيدنا خضر، وبعدين سيدنا خضر راح قتل الغلام، وسيدنا موسى استغرب جدا وقال له ليه قتلت الغلام؟ راح ردد عليه سيدنا خضر وقال له فخشينا ان يرهقوه. معناها ايه؟ ان الطفل ده او الغلام دوت هيرهق اهله، واهله ناس طيبين، وربنا راح مكمل له بقى ان ربنا هيعوضه. تاني حاجة انك تفتكرها، ان هو ربنا بيمنع عنك الحاجة اللي هترهقك او هتعمل لك مشكلة، وهيرزقك بخير افضل من اللي راح، من اللي هو منعه عنك. بمنتهى البساطة مش بس هو خاف عليك ان هو الحاجة دي هتتعبك، لا، ده كمان قالك الحاجة اللي انا منعتها عنك انا هرزقك باحسن منها. يعني شوفوا في جمال اكتر من كده. يعني ربنا شوفوا بيحبنا قد ايه. مش بس هو خايف علينا، لا، انت ما تزعلش ان انا منعت عنك الحاجة اللي هتضرك دي، عشان انا عارف كل حاجة لان انا خلقك. فشوفوا عظمة ربنا وجماله، ان هو هيبدل لنا الحاجة اللي بترهقنا دي بحاجة افضل منها تناسبنا. في كده جمال وفي كده عظمة. فمنتهى البساطة ناخد الامور ببساطة. انا عارفة ان كل حاجة بيبقى نفسنا في حاجة مثلا معينة، فبنبقى زعلانين قوي ان الحاجة دي ما حصلتش، او ليه ومش ليه، طب شوية اكيد هتحصل. لا، حاولوا كده تتريثوا كده شوية وتفكروا كده. اكيد في حكمة، اكيد ربنا ما بيمنعش عني الحاجة دي غير وده خير لي، لمصلحتي، وان ده مناسب. ان هو منع الحاجة الفلانية عشان هو شايل لي حاجة احلى وافضل، لان انا استاهل. بمنتهى البساطة احنا نستاهل الافضل والاحسن. شكرا.